مرحبا. اليوم المثل هيل بغير جيل. قصة هذا المثل: اكو تاجر يستورد دائما هيل اصلي فاخر. فهذا الهيل الاصلي اللي كان يستورده هو كان من يجيبه يملي المكان ملي، والريحة مالته تمليه المكان ملي كله. فبيوم يعني هو اثناء ما جايبه اكو عنده شو اسمه كيس انشق، فوقع جزء من الهيل بمطحنه مال بصل، او يعني مطعم مال البصل، فالريحه تصير تختلف عن ريحه الهيل. حاول ابو التاجر اللي اشترى الهيل حاول يسترجعه، بس شاف انه ريحه البصل غلبت على ريحه الهيل. فهيل يعني عطر شو اسمه ريحه عطر البصل شو اسمه طغت على ريحه الهيل الثمين. فسوى هو قام يقول بحصره، يقول هيل بغير جيل. شنو القصد من هذا الموضوع؟ انه قصده انه الهيل مالته الثمين هذا وقع باناء مو اناء، او وسط مو وسطه هو، فضاعت قيمته وجماله، او قيمته وعطره. هو هذا اللي قصد به كان. وشكرا.